بسم الله الرحمن الرحيم. من المدينة المنورة، من مدينة رسول الله الكريم، في هذا المكان المليء بالروحانيات والمليء بالمسك، من رائحته التي تعطر المكان وتعطر الأجواء بعد زيارة مسجد سيدي رسول الله. بجواره مباشرة مسجد الغمامة كما نرى أمامنا. مسجد الغمامة هو المسجد الذي صلى فيه سيدي رسول الله على ملك الحبشة، كما يذكر الجهة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي الشريف، وكان يعرف أيضا بالمناخة وهو سوق المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه عيد الفطر وعيد الأضحى وصلاة الاستسقاء في عدة مواضع في هذا الميدان، كما صلى فيه صلاة الغائب على النجاشي ملك الحبشة. ويعد موقع مسجد الغمامة آخر المواضع التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد حتى توفاه الله، ويسمى أيضا مسجد الغمامة لما ذكر أن غمامة حجبت الشمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء صلاة الاستسقاء في هذا الموضع. يرجع أن هذا المسجد بني في عصر الدولة الأموية، أي في زمن ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة المنورة سنة 87 ل 93 هجرية. وفي العهد السعودي لقي المسجد اهتماما بالحفاظ على تراثه المعماري التاريخي، وتوالت عليه أعمال الترميم والصيانة، حيث تم تجديده في عهد الملك سعود بن عبد العزيز السعود عام 1373 هجرية، أي 1411 هجرية، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وفي عام 1434 هجرية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. قد تم تأهيل المسجد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. هذه نبذة صغيرة عن مسجد المصلى الغمامة. وبجوار مسجد المصلى الغمامة كما نرى بعد مسجد الغمامة ننتقل إلى مسجد أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق هذا المسجد الملاصق أو المقابل لمسجد الغمامة، ما شاء الله أماكن روحانية وأماكن تستمتع فيها بالجو الروحاني. كما يقولون المسك تعطر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ما هي الأرواح التي تهفو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش عايز، ما فيش أبدا أي إنسان يقدر على التوضيح أو على أن يعطيك معلومة كاملة يعني يشفي بها حبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبتنا فيك يا رسول الله غير كافية، والله العظيم غير كافية. يا شفيع يا رسول الله. ننتقل إلى مسجد أبو بكر الصديق. هذا المسجد المقابل لمسجد الغمامة، مسجد أبو بكر الصديق كما نشاهده، مقابل لمسجد سيدي رسول الله ومقابل لمسجد الغمامة من هذه الناحية. ما شاء الله، مسجد أبو بكر الصديق مسجد حبيب رسول الله، ومسجد رفيق رسول الله. خلينا ندي كلمة أو ندي نبذة كما هو مدون عن هذا المسجد. هو أحد مساجد منطقة المصلى، ولعل تسميته بذلك لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه
صلى العيد في موضعه أثناء خلافته ابتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرجع أن أول بناء للمسجد كان في عهد الدولة الأموية أثناء ولاية عمر بن عبد العزيز للمدينة المنورة عام 87 93 هجرية. ويعود البناء القائم للمسجد اليوم للقرن الثالث عشر الهجري. وفي العصر السعودي تم الحفاظ على الطراز المعماري التاريخي للمسجد، وشهد عدة أعمال من الترميم والصيانة، حيث تم ترميمه عام 1411 هجرية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وعام 1434 هجرية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما تمت صيانته في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ضمن مشروع العناية بالمساجد والمواقع التاريخية في المدينة المنورة. هذا مسجد أبو بكر الصديق كما نشاهده ونراه. مسجد من المساجد التي يطيب لها القلب في الصلاة فيها، ويطيب لها النفس في رؤيتها ومحبتها. هذا المسجد الذي إن شاء الله يكتب لنا ربنا سبحانه وتعالى الصلاة فيه ركعتين قبل أذان المغرب في المسجد النبوي الشريف. أعزائي المشاهدين، نشكركم على الاستمتاع والبقاء معنا في تسجيل هذه الحلقة، وندعوكم بعد الاستئذان من أخونا الموجود بنبذة صغيرة من داخل مسجد سيدي أبو بكر الصديق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد أبو بكر الصديق من الداخل. بسم الله ما شاء الله، 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 على هذه الروحانية الموجودة في هذا المسجد. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا المسجد الذي بقي على حالته منذ عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتم ترميمه حتى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز في الفترة الحالية. ما شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، وأن يرجعنا إلى هذا المكان الروحاني الجميل أعواما وأعواما، وأن يتقبل منا لوجهه الكريم هذا العمل الذي والله لا نقصد به إلا وجه الله، وما نقصد به إلا محبة الله، وما نقصد به إلا حبا في رسول الله وآل رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد أبو بكر الصديق كان معكم أعزائي المشاهدين أخوكم الصغير، أخوكم المحب، أخوكم سمير أبو الصوت. خليه بالعرض، سمير أبو الصوت. أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مسجد أبو بكر الصديق في المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.